جايين النهارده عشان نكسر القواعد، نخبط في اساسيات الاكل عندنا هنا في مصر، هي عاده شرب الشاي بعد الاكل. طبعا عشان اجيبها لك من الاخر، يعني العاده ديت غلط جدا، مش مفيده بالمره. الفكره ببساطه بتكمن في ان الشاي ما بيساعدش على امتصاص الحديد اللي موجود في الاكل، وبالتالي انت ما بتستفادش منه. وهوضح لك ازاي. الشاي بيحتوي على مواد اسمها التانسز او التانينات، مواد بتبقى موجوده بقى في الخضروات والفواكه، ودي نوع من انواع مواد البوليفينول، فيها بقى مواد مضاده للاكسده، مواد مضاده للالتهاب، يعني قصه كده. المهم واهم حاجه يعني ان الشاي بيبقى موجود فيه حاجه ماده اسمها التانيك اسيد. التانيك اسيد دي بترتبط مع الحديد اللي موجود في الاكل، وبالتالي بتمنع ان هو يتكسر في المعده، وبالتالي انت ما بتمتصوش وما بتستفادش منه. وده بشكل اكبر في الحديد اللي جاي من مصدر نباتي اكتر من مصدر حيواني. يعني مثلا لو انت اكلت سبانخ او كده، الحاجات ديت مصادر قويه جدا للحديد النباتي، فبالتالي الجسم ما بيستفادش منه. اللي هو اصلا الجسم بيجي امتصها بشكل طبيعي، لو انت ما شربت الشاي بقى وفي الامتصاص الطبيعي بيبقى اقل من مصدر الحيواني. ده جسمك بيستفاد من الحديد النباتي بنسبه من 2 ل 20% مقارنه بالحديد الحيواني. الجسم بيمتصه من 15 ل 35%. هو اصلا انت جاي تزودها وتشرب بعدها شاي، اللي هو الجسم